سلام زوينات، كيف بقيتي ولاباس؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال يا ربي امين. ورجعت لكم من جديد مع درس جديد ان شاء الله. الدرس ديال اليوم طريقه كيفاش نحبكم الحبيك ديال الراندا. كاين اللي كيخدم الحبيك وكاين اللي كيفضل غريزه ديال الراندا، بحال الشكل كتجي الطريقه ديال الخدمه ديالها بحال الشكل ديال الحبيك. غير هي هاد الحبيك كنستعملوه في الكميمات باش كنخدموا عليه التضريس، ولا كنخدموا عليه الراندا اللي كتكون في الكمام، ولا كنخدموه حتى في العنق. الدورة ديال العنق الا بغينا نديرو عليها الراندا، ولا بغينا نديرو لها طليعة ديال الراندا، ولا كاين اللي كيبغي تضريس بلا راندا كيبغيها خفيفة، فضروري ما كنديرو يا الحبيك يا اما كنديرو غريزة ديال الراندا ونخدمو عليها باش كتجي خدمة زوينة ومسمقة. الشرط اللي غادي نقول لكم، النصيحة اللي غادي نقول لكم في هاد الحبيك، كيف ما شتي وانا كنزير يديا وكندير الغرزة حدا اختها، ضروري ما يجي الحبيك متقارب، لان الا درتوه متباعد ما تجيكمش خدمه زوينه. وغتجي ديك مثلا الا درستو عليه الا خدمتو عليه التضريس وكان متباعد بزاف كتجي هذاك التضريس كيجي كبير وما كيجيش مقادد. تقدر تجي وحده اكثر من وحده، تقدر مثلا تجي هذا التضريس يطلع لكم معوج لان الحبيك كيكون كبير. فلهذا هاد الحبيك دائما تعمدوا البنات ديروا حبكه حدا اختها وديروه مقادد وصغيور وتزيروا الخيط باش كيجي زويون. فانا كيف ما شفتوا راني مزيره الخيط وراني مسرعه الفيديو شويه، لان الطريقه سهله ما كتحتاجش للشرح بزاف. هادشي اللي بغيت نقول لكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من لي لايك بارطاج كومونتير زوينه، واللي ما مابونيش في القناه يدخل يتابونا ويفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. حد سعيد للجميع ونخليكم مع الفيديو الى النهايه. سلامه.